غريمي يا غريمي، مش عارف ليش لما نمدحكم يا غريمي يجني انتقادات من بعض جماهير ريال مدريد، لانكم تقدموا في كوره برضو على العفن الكروي اللي شفناه في الشوط الاول، الى ان كنت واثق ومتاكد ان نادي برشلونه حتفوز على اوساسونا. انت متخيل ان ريال مدريد خسر قدام اوساسونا 2-1، وبرشلونه برغم غياب لامين يامال اهم ركيزه في نادي برشلونه ورافينيا كذلك، الى ان نادي برشلونه قدر يفوز على اوساسونا في ارض اوساسونا 2-1، ويعزز الصداره نتاعها ل 14 نقطه بينه وبين ريال مدريد. وتلوم فيا بعدها يا مدريدي ليش تمدح في نادي برشلونه وليش تقول فيهم في كلام كويس، لان هم ما يستحقوش. لا يستحقوا اني انا نمدحهم، لانهم هم قاعدين حاليا يقدموا في كوره، لان هم حاليا عندهم مدرب راجل وشخصيته قويه وافكار تكتيكيه مخضرمه. ان هم يقدموا في مستوى وعفن كروي في الشوط الاول، في الشوط الثاني ينقلب حالهم. علاش؟ لان هم عندهم مدرب وعندهم عناصر ان هم يجيبوا النتيجه في اي وقت كان. اي نعم مش هذا رتم برشلونه، اي نعم ان هم قدموا مباراه سيئه ومن اسوء المباريات اللي تفرجنا عليها لنادي برشلونه الموسم هذا، الى ان في مباريات تكسب ولا تلعب. فلذلك تحيه للغريم على المستوى الجبار برغم قله الامكانيات.